أظن إن ما فيش حد فينا ما بيحبش الفراخ، بس أنتم لو لسه ما جربتوش الطريقة دي فأنتم فايتكم كتير وهتطلع معاكم حدوتة. في بولة نحط لتر من المَيّة، وشرايح ليمون، وروزماري وزعتر فريش، ومعلقة سكر، ومعلقة ملح، ومعلقة خل، وندوب كله مع بعضه. إحنا كده بنعمل محلول نقع للفراخ حدوتة. ده بيخلي الفراخ طرية من جوه، ولو فيها أي زفارة مش هتشمها خالص. وهنجيب الفرخة ونحطها زي ما هي كده، ونسيبها 3 4 ساعات في محلول النقع ده. نعمل التتبيلة في الخلاط، هنحط علبة زبادي. الله على الحلاوة. والخضار: فلفل حامي، طماطم، فلفل أحمر، بصلة، فصين توم، جنزبيل فريش، عصير ليمون، معلقة صلصة بيوريه، والبهارات ملح وفلفل وبابريكا وبهارات فراخ، وشوية مية، ونقفل ونضرب ضربة حلوة. وهنجيب الفرخة بتاعتنا نحطها على طبق واسع عشان نعرف نعمل لها مساج رايق من اللي احنا محرومين منه، ونحط عليها التتبيلة. خش جوه دلع الفرخة، وفتح كده بالراحة ودخل تحت الجلد. أنا عايزكم تدلعوا الفرخة بتاعتكم لحد ما تبقى معاكم بالحلاوة دي. وهنجيب أي برطمان نقفله كده بورق فويل ونحطه في الصينية، ونجيب الفرخة بتاعتنا ونقعدها كده على البرطمان. بس كده المهم تقعد مستريحة. وعندي نص كيلو بطاطس متقشرة، نبدأ نقطعها مكعبات كبيرة. نحط البطاطس في تتبيلة الفراخ، ونعمل ميكس رايق من اللي قلبك يحبه. ونحط البطاطس في صينية الفراخ، وغرق بالتتبيلة. ونحط قرنين فلفل اختياري، وآخر حاجة معلقة زيت نوزعها على الفراخ، وشوية على البطاطس. والله حدوتة مدلعكم. ونطلع بالفراخ على فرن شغال على 180 حوالي ساعة ونص، وعينينا عليها. يلا بينا. مع السلامة يا غالية. اتفضل شوية من تتبيلة الفراخ، نبدأ نحطها في كيس تلاجة ونقفل ونشيلها في الفريزر. وقت ما نعوز نعمل فراخ نطلع ونتبل. أهم حاجة تخلي عينك على الفراخ وتفضل تقلب فيها كده كل شوية، عشان دي شواية يدوية. أنا جيت بالفراخ بعد ساعة ونص حدوتة أهي. وندي لفة حلوة كده ونتفرج على شكل الفرخة وهي مشوية من كل الاتجاهات. بسم الله. أنا بحاول أسيب الفراخ تبرد شوية عشان أعرف أقطعها بكل سهولة. بصوا الحلاوة يا جماعة، أنا ما عملتش فيها مجهود. ودايبة دوب. بصوا الكلام. والله حدوتة مدلعكم. وطبعا الشكل بتاعها واضح، وقد ايه هي شكلها مغري وسهلة وبسيطة واي حد يقدر يعملها. وعلى فكرة احنا ممكن نلعب في التتبيلة، نشيل حاجات نحط حاجات براحتنا. يعني انا وانا معدي كده في التلاجة لقيت حتة جنزبيل فريش فقلت احطها. كده كده المطبخ بتاعنا والاكلة بتاعتنا ومحدش له حاجة عندنا. الحاجة اللي تحبها هي اللي تعملها. كل اللي عليك تعمل سيف للحلقة دي، بس قبل ما تعمل سيف تعمل شوية رز بالشعرية كده عشان تاكل احلى فراخ مشوية في الفرن ومستوية من كل حتة. اعمل سيف للحلقة دي عشان انا خلصت حلقة النهاردة. يا رب اكون قدرت اقدم لكم حاجة تعجبكم. سلام.